بسم الله الرحمن الرحيم. واليوم بدنا نتعلم قراءة الدرس 13 الباحثات الصغيرات. الدرس 13 الباحثات الصغيرات. طلبت المعلمة من طالبات الصف الثاني كتابة معلومات عن مدينة فلسطينية. طلبت المعلمة من طالبات الصف الثاني كتابة معلومات عن مدينة فلسطينية. قالت: هلا، أنا سأطلب مساعدة أخي لاستخدام شبكة الإنترنت لأجد معلومات عن مدينة غزة. قالت: هلا، أنا سأطلب مساعدة أخي لاستخدام شبكة الإنترنت لأجد معلومات عن مدينة غزة. قالت صفاء: أنا سأذهب إلى المكتبة العامة لأقرأ عن مدينة الخليل. قالت صفاء: أنا سأذهب إلى المكتبة العامة لأقرأ عن مدينة الخليل. قالت سمر: اليوم سيعرض التلفاز فيلما عن مدينة أريحا، سأشاهده وأتحدث عنه. قالت سمر: اليوم سيعرض التلفاز فيلما عن مدينة أريحا، سأشاهده وأتحدث عنه. قالت مرح: أنا سأطلب من جدتي أن تحكي لي عن مدينة حيفا. قالت مرح: أنا سأطلب من جدتي أن تحكي لي عن مدينة حيفا. والآن سأقرأ وأترك فرصة لكم مسافة لتعيدوا من ورائي في البيت. قراءة الدرس 13 الباحثات الصغيرات. طلبت المعلمة من طالبات الصف الثاني كتابة معلومات عن مدينة فلسطينية. قالت هلا، أنا سأطلب مساعدة أخي لاستخدام شبكة الإنترنت أنا سأطلب مساعدة أخي لاستخدام شبكة الإنترنت لأجد معلومات عن مدينة غزة. قالت صفاء: أنا سأذهب إلى المكتبة العامة لأقرأ عن مدينة الخليل. قالت سمر: اليوم سيعرض التلفاز فيلما عن مدينة أريحا، سأشاهده وأتحدث عنه. قالت مرح: أنا سأطلب من جدتي أن تحكي لي عن مدينة حيفا. والآن هيا لنقرأ الكلمات التي سأحددها. أحسنت، وهنا رائع، وهنا ممتاز، وهذه أحسنت، وهذه 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 وهذه
وهذه وهذه وهذه وهذه وهذه وهذه وهذه وهذه وهذه وهذه وهذه وهذه وهذه وهذه وهذه وهذه وهذه. والآن أنا سأقرأ جمل وكلمات وأنت حددها لي. أنا سأطلب مساعدة أخي، ابحث عنها. أحسنت. لأقرأ عن مدينة الخليل. رائع. أنا سأطلب من جدتي أن تحكي لي عن مدينة حيفا. أحسنت. المعلمة شبكة الإنترنت. صفاء. الخليل. التلفاز. سأشاهده. سأطلب. حيفا. لأقرأ. سيعرض. أحسنتم. بتمنى تحفظوا الدرس قراءة صحيحة وبالحركات.